وفعلا رحنا اتفرجنا على الشقة، وكانت مساحتها كبيرة جدا والعفش اللي فيها تحفة. قلت لجوزي الشقة دي خلاص بتاعتنا، انا همضي مع الراجل النهاردة. قال لي اصبري طيب، وقلت له لا مش هصبر. وفعلا جبت المحامي وكتبنا العقد في نفس اليوم. رحت جبت هدومي وهدوم جوزي وبنتي وقعدنا في الشقة وقفلنا شقتنا. واخيرا بقى قلت هرتاح من المشاكل. تاني يوم جوزي كان راجع من الشغل، واتغديت انا وهو وبنتنا، وقمت علشان اغسل الاطباق بتاعه الغدا. لقيت طبق من الاطباق وقع لوحده، مع العلم ان الرخامه ليها حواف. ما خدتش في بالي، قلت اكيد اتزحلق وكبرت دماغي. بعدها طبق تاني اتكسر بنفس الطريقه، كبرت دماغي برضو وقلت ممكن الصابون زحلق الاطباق عادي يعني. وفي يوم كنت نازله انا وبنتي اشتري حاجات من السوبر ماركت، لقيت جارتي اللي تحتي بتفتح باب شقتها عشان تحط الزباله بره قدام الباب. بقولها السلام عليكم، انا جارتكم من الجديده، ولسه هكمل كلامي قفلت الباب في وشي ودخلت